بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، ثم ما بعد. أحبتي في الله، أحييكم أينما كنتم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في خضم الحياة ينسى كثير من الناس أشياء شتى وعوائق كثيرة. يعني أكبر عائق يعوق الإنسان عن فعل الخير بعد نفسه الأمارة بالسوء، أو مع نفسه الأمارة بالسوء والدنيا المزينة التي يعيش فيها والمزينة أيضا، إنما هذا العائق الكبير هو الشيطان، والعياذ بالله رب العالمين. يعني حديثنا سوف يكون اليوم عن ماذا يصنع الشيطان للإنسان، وما هو قدر فعله لطاعات وأفعال الإنسان المؤمن أو الإنسانة المؤمنة. ورد في القرآن الكريم هذه الألفاظ الثلاثة: الإنسان، ونحن يعني نتحدث في هذا البرنامج القرآن والإنسان، لفظ إنسان ولفظ شيطان ولفظ إبليس. هذه ألفاظ ثلاثة، ولا بد يبدو أننا من كثرة تكرارها قد نسينا معانيها، فلا بد أن نقف هنيها بسيطة. الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى وهو آدم، يعني وسماه إنسانا لأنه يعني يأنس ويؤنس. يقال أنه من الإيناس أن يأنس إنسان إلى الآخر، وأن يؤنس بعضهم بعضا، وأن يأنس بعضهم ببعض. هذا هو المعنى الثاني للإنسان، وسمي إنسانا لأنه ينسى. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. هذه كلمة إنسان. كلمة إبليس يظن الناس أنها كلمة أعجمية غير عربية، لأنها يعني لم تكن موجودة من قبل، لكن هي لغة عربية محضة، سبحان الله. فالإبلاس أو إبليس من لا خير عنده، لذلك لا يجب أبدا أن تصف إنسانا ما بأنه إبليس، لأن لا بد أن يكون في الإنسان أي خير. يعني أي خير لا بد أن فيه الفطرة التي فطر الله الناس عليها. قد يكون أطفأها وغيرها وتكبر على خلق الله وصار صار سادرا في غيه بعيدا عن منهج الله سبحانه وتعالى، لكن لا تقال عنه انه ابليس. ولذلك ابليس هو من لا خير عنده. وابليس يعني كما قال اهل اللغة من يئس وتحير، عبارة عن يأس وحيرة، والعياذ بالله رب العالمين. هذا يعني يبلس المجرمون، يعني ييأسوا من رحمة الله ويتحيروا في هذا الموقف. والإنسان المبلس أي الساكت، لكن يقال إن الساكت عن الحق شيطان أخرس. فالإنسان المبلس هو الإنسان الذي يسكت. وتدل أيضا كلمة إبليس على الحيرة والقنوط. ورد تكرار كلمة إبليس في القرآن 11 مرة. مرادف لها وهو موضوع حديثنا اليوم كلمة الشيطان، والعياذ بالله رب العالمين. ذكرت شيطان مفردا ومجموعا 88 مرة. ذكر 88 مرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. أولا الشيطان كل متمرد من الجن والإنس والدواب، حتى قال شاعرنا: ولقد تشيطن كي يقول الناس عنه تشيطن. فالشيطان هو الإنس أو الجن أو الدابة التي تمردت. فهذه من ولذلك كلمة شطنة، فعل الشطنة أي بعد. شطنت الدار أي ابتعدت، يعني شطنت الديار أي ابتعدت. أنت سافرت بعيدا عنها فأنت شطنت عنك بعيد.
والشيطان هو المغالي او الغالي في كفره. يعني سبحان الله، اقصى درجات الكفر ان يصير شيطانا. وحتى الشيطان ابتعد عن الحق، ابتعد عن الخير، سبحان الله. واذا قيل شيطة او شاطئ يعني هلاك. حتى انت لما بعض الاطعمه تقول عنها ربة الدار ان الاكل شاط، يعني خلاص يعني فسد والعياذ بالله رب العالمين. هذه اولا المدلول اللغوي في المساله. طيب، الشيطان جاء لابينا ادم او ابليس، جاء لابينا ادم في الجنه هو وامنا حواء، وقال: ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. فدلاهما بغرور، دلاهما من اما التدلي انه نزل من درجه الى درجه، او دلاهما من باب الدليل، يعني دلهم على يعني طريق الغوايه. فدلاهما بغرور يعني دلاهم يعني انزلهم درجه او درجات من درجه الجنه التي كان فيها ليس لك الا في ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى، وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى. هذه هي يعني محاور الدنيا الاربعه. اذا اطعمت انسانا وسقيته وكسوته واسكنته، فهذه اساسيات الدنيا الاربعه. من امسى امنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ياتي الشيطان قد اعطى المرأة سكنا، سواء سكن نفسي مع زوجها او سكنا يعني جدران 4 بسقف، وهناك من لا يجد هذا المسكن، من لا مسكن لهم اللهم مأوهم واوي كل مسلم يا رب العالمين، من لا يعني من لا دار له ارزقه بدار يا اكرم الاكرمين. يعني فياتي الشيطان، هي حصلت على السكن، فتبدا قضيه تجهيز المسكن، يجهز المسكن. ربما تحدث مشادة في البيت على لون من الوان الباب، او نوع من انواع الستائر، او نوع من انواع الثريات او النجف المعلق في السقف. لماذا؟ كلما اصبح الانسان يبحث عما ليس واجبا وليس ضروريا يدخل الشيطان في هذه المساحة، فتثور مشاكل من لا مشاكل، وتثور قضايا من لا قضايا. وهذا فعل الشيطان ليحزن الذين امنوا. لماذا؟ لانه ربما يجد ان هذه المرأة قانعة بما في بيتها، يقول لا هذه الاغراض وهذه الموبيليا وهذا الصالون لا يصح، وهذا المجلس شكله مش ولا بد، وهذه السجادة التي في الارض يجب ان تاتي بسجادة اخرى من نوع كذا وتراث كذا. وتظل المرأة تفكر في هذا الامر وتبيت وتستيقظ وتنام وتقوم على هذه المصيبة، وهي تظن انها مصيبة كبيرة، ويعني نسيت ان تبتسم في وجه زوجها، نسيت ان تربي ولدها، نسيت ان تراجع واجب ابنتها، نسيت ان توصي ابنتها التي على وجه زواج او اقتربت من سن الزواج ان تنصحها نصيحة فاضلة كيف يعني تكون في عون زوجها على الدهر ولا تكون مع الدهر ضد زوجها. لكن عندما يهتم الانسان بسفاسف الامور يعني وينسى اعاليها، تضيع الحياة وتتوه أقدام السائر في الطريق. فإن الله يحب من الأمور أعاليها ويكره سفسافها. جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: متى الساعة يا رسول الله؟ هذا سؤال مهم. قال له: ماذا أعددت لها؟ فإذا نقله من المهم إلى الأهم. يعني القضية متى الساعة؟ الساعة بعد ساعة، بعد يوم، بعد يومين، بعد أسبوع، بعد شهر، ولكن أنت ماذا أعددت لها؟ فنقله من المهم إلى الأهم. فهذه القضية. جاء الشيطان وبدأ يوسوس إلى أبينا آدم، فأكل آدم وحواء من الشجرة. إذن ارتكب آدم ما نهي عنه. يعني كل الجنة حلال عليك يا آدم أنت وزوجك ما عدا هذه الشجرة. هذه الشجرة عنوان لما حرم الله سبحانه وتعالى. ما الذي حدث من أبينا آدم؟ أن يعني إبليس الشيطان أغواه، ضحك عليه، غره. يعني يغرك ثم يضرك، ولا يغرنكم بالله الغرور الذي يغر. يعني يغر يعني وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تغر الإنسان بشكلها وهيئتها. والعلماء يقولون الدنيا تفعل معنا كل هذه الأفاعيل. تفعل إيه؟ تميت حبيبا لنا، تبعد الإخوة عن بعض، سبحان الله،
تجعل الجار يغضب من جار، الاخ يقاطع اخاه، سبحان الله، الزوج يطلق زوجته، الاولاد يربوا بعيدا عن الاب والام، الانسان سبحان الله يصاب بمظلمه يقع عليه ظلم بين. هذه هي الدنيا تصنع بنا هكذا، ورغم ذلك نحن نحبها. فما بالك لو تحسنت لنا الدنيا، لو وجدنا ان الدنيا دي يعني شوف، يعني تفرق الاحبه وتميت الاحباب لنا، وتفقر الغني وتذل العزيز، وسبحان الله تجعل الرويبضة والناس الإمعات الذين لا قيمة لهم يركبون رؤوس الناس، ورغم ذلك نحن نتمسك بالدنيا. فما بالكم لو تحببت إلينا، هي بتتبغض إلينا ونحن نحبها، فما بالكم لو تحببت إلينا. بالله عليكم سبحان الله، حتى إن أسوأ ما يذكره العبد أمام زوجته، إذا ذكر مثلا يقول لها والله يا أم فلان إذا أنا مت فخلي بالك من كذا، يقول يا شيخ بلاش هذه السيرة، لا داعي لمثل هذا الكلام، وكأن الموت قد كتب على غيرنا. والإسلام يقول لا ينامن أحدكم إلا ووصيته عند رأسه. طيب إذا نحن أمام معصيتين، معصية إبليس ومعصية أبينا آدم. إيه الفرق؟ هل في فرق بين معصية ومعصية؟ نعم في فرق بين معصية ومعصية. أبونا آدم عليه السلام عصى وزوجه نتيجة خدعة قام بها إبليس يزين له الأمر على أنه ليس بمعصية. كيف؟ يقول يعني أنت إن أكلت من الشجرة يا آدم أنت وحواء تنقلب إلى ملك، والملك لا يعصي، وتنقلب إلى مخلد، يعني يجعلك خالدا في هذه الحياة، يعني لا تموت. والإنسان يتمنى دائما أن يعيش في هذه الحياة، ولذلك بالتالي يحب أن ينجب ويبقى له أولاد ويبقى له أحفاد. سبحان الله، لماذا؟ لأن يريد أن يظل اسمه في هذه الحياة. هذا من باب حب الخلد. سبحان ما نهاكم ربكم عن تلكم الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. فآدم عصى عن تأويل أن خدع، أن سبحان الله أنه نسب المعصية إلى نفسه. يعني ربنا إننا ظلمنا أنفسنا، هو وحواء نسب المعصية إلى نفسيهما. ودي فيها نقطة مهمة ولا يجب أن نتوقف عندها، ولكن بعد الفاصل إن شاء الله كونوا معي كي نذهب إلى أبينا آدم ونرى كيف كانت معصيته ولماذا نسب المعصية إلى نفسه. وأحفاده وأولاده لا ينسبون أبدا المعاصي إلى أنفسهم، وإنما يتهمون الآخرين بأنهم هم الذين شجعوهم على هذا. كونوا معي بعد الفاصل نكمل إن شاء الله. أهلا بكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن مكائد الشيطان. قلنا قبل الفاصل إن أبانا آدم وإن أمنا حواء نسب المعصية إلى نفسيهما، ولم ينسبها إلى آخر. لم يقولوا والله أن الشيطان هو الذي صنع معا، أبدا. قال ربنا إننا ظلمنا أنفسنا. وهذا هذه أول خطوة يجب أن يعترف بها الإنسان. عندما مثلا إنسان كان منقطع عن الصلاة، ربنا تاب عليه وبدأ يصلي، لا داعي للمنظرة واللف والدوران. أصل أبويا وأمي ما قالوا لي كذا، أصل الحقيقة جدتي، أصل الحقيقة عمي، أصل الحقيقة الأستاذ اللي كان يدرس لي وأنا صغير. كل هذه طالما أنت بلغت ووصلت إلى السن 13 و14 و15 خلاص أصبحت كامل، يعني أصبح العقل متواجد. يعني واحد عنده 30 و40 سنة ويقول والله أصل أمي وأبي، يعني قضية يعني عجيبة جدا. لكن أبانا آدم كان في قمة الأدب مع الله عندما نسب المعصية إلى ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فآدم عصى ولكنه تاب، يعني ارتكب المنهي ولكنه رجع واستغفر. سبحان الله. وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه فتاب عليه وهذا. طيب ده الفرق بين معصية آدم. أما معصية إبليس، معصية الشيطان، ماذا صنع؟ أولا هو تكبر فرد الأمر على من أمر، هذا هو الأمر الأول، وقال أنا خير منه. وهذه المعصية عند كثير من بني البشر أيضا. يعني الله سبحانه وتعالى يعني هناك شياطين للإنس، شياطين الإنس والجن. الله جعل لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، وقدم شيطان الإنس على شيطان الجن، فيأتي شيطان الإنس أيضا ليتكبر على خلق الله. فقال إبليس
ابو الكبر والعياذ بالله، وهذا اول ذنب عصي به الله في هذه الارض، ذنب الكبر، وهو يعني سبحان الله هو ابو المعاصي والعياذ بالله رب العالمين. ان انا خير منه. قضية الخيرية هذه موجودة في أبالسة وشياطين البشر ايضا. لماذا؟ لان يعني الانسان يظن انه من طينة اخرى غير الطينة التي خلق بها اخر، نتيجة لون او نتيجة اجازة علمية او مال او عزوة او منصب او كرسي، مع ان كلكم لآدم وآدم من تراب. خلاص القضية يعني محسومة سلفا ان كلنا سواسية. ليس هناك كما نقول دائما رحم يأتي بمولود انقى من رحم اخر ياتي بمولود اخر. هو كل الارحام متساويه، كل الاولاد، كل النساء، سبحان الله. المهم نتفاضل عند الله بما صنعنا من خير. فاول ذنب عصي به الله عز وجل او معصيه ابليس كانت عباره عن ايه؟ عن استكبار. ثم هو لم يستكبر فقط، انا ممكن اعصي في نفسي لكن لا اكون صناعا للمعاصي. يعني انا اذنبت، لا داعي لان اعلم غيري. مثلا والعياذ بالله واحد يدخن، لا داعي لأن يعلم غيره. واحد لا يصلي، لا داعي لأن يعني يكسل غيره عن الصلاة. واحدة متبرجة، لا داعي لأن تشجع أختها المحجبة أن يعني تخلع حجابها، لأن سبحان الله طب أنت يا غير محجبة تكبرت على رب العباد ورفضت أمره. لا داعي لأن يعني أنت بخلت بالطاعة وبخلت بنعمة الله. لا تجعل ولا لا تبخلي غيرك. وأنت يا عديم الصلاة لا تبخل غيرك بانك ايه يعني تقول له رايح فين؟ والله رايح المسجد وصلي. يا شيخ تعال نصلي في البيت لان احنا ما فيش وقت عندنا. يا شيخ كذا، سبحان الله. فانت تجعل الاخر يتكاسل عن هكذا صنع ابليس الاكبر. ماذا صنع؟ ان اغوى ادم، عامل زي الحيه. الحيه لما تشرب اللبن كما قلنا وتشبع تمج سمها في اللبن الباقي كي لا يشرب بعدها احد، والعياذ بالله. اذا مت ظمآنا فلا نزل القطر، يعني مجرد اننا اهلك غيري والعياذ بالله رب العالمين. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، ايه اسباب ان الشيطان ابليس يعني واقف للانسان بالمرصاد؟ لماذا؟ ليه؟ يعني هو القضيه انه القضيه ازليه منذ ان وجد ابليس. قال له انهم اجمعين يعني الا عبادك منهم المخلصين. طب ليه يا ابليس؟ اول شيء صناعه الكبر. الكبر هذا مصيبة، لأن فيه ناس يعني والعياذ بالله من أهل انحراف. طب أنت ليه عايز تنشر الانحراف في المجتمع؟ أنت بعيد عن الله، أنت بعيد عن طريق الله. إيه اللي يجعلك تنشر هذا الفسق وهذا الفجور؟ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين أمنوا. طب ليه؟ هذا أمر. فإذا مسألة الكبر ومسألة إغواء الغير هكذا صنع أبوهم الأكبر في الإغواء إبليس والعياذ بالله. فلماذا أنت تكون صناعا لهذا؟ أيضا تتكبر أنت كما تكبر إبليس ظنا أنه خير من آدم لأنه مخلوق من نار والثاني مخلوق من طين. كانت في العصور الوسطى الدم الأزرق عند النبلاء، وكانت الناس طبقات وسبحان الله. ولكن الإسلام لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح. ربنا فتح لك باب رزق، فتح لك باب إجازات علمية، فتح لك باب خيرات، فتح لك قبيلة أو عزوة يعني يشار إليها بالبنان. هذا رزق من الله. لماذا لا ترجع هذا إلى رب العباد عز وجل؟ لماذا لم يقل نبي الله سليمان عندما رأى العرش مستقرا عنده والريح تجري بأمره والطيور والحيوانات والجن كل بناء وغواص، هذا هل قال سليمان والله هذا من علمي ومن طاعتي لله ومن دعائي ليل نهار وان انا يعني ابا عن جد؟ ابدا. قال هذا من فضل ربي ليبلوني، اي ليختبرني أأشكر ام اكفر. يعني هذا النوع ابتلاء. الكرسي ابتلاء والمال ابتلاء. ابتلاء يعني مش مصيبة، ابتلاء يعني امتحان. سبحان الله. فلا بد ان نصبر للابتلاءات، سواء ابتلاء في صورة نعمة او ابتلاء في صورة بلية، لان كلاهما اختبار. لا تظن ان البلية شر، ولا تظن قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض الناس بالنعم. يعني ابتلاء أن يؤخذ إسماعيل وأمه وهو رضيع وأن يذهب به إلى وادي غير ذي زرع، في ظهر الأمر ابتلاء لكن كان نعمة. وأن تلقي أم الكريم ولدها في التابوت فتلقيه في اليم، هذا في ظاهره ابتلاء لكن في باطنه تكمن النعمة. دائما أن المنحة
تكمن داخل المحنة. يعني ربنا سبحانه وتعالى يسلط على زوجة صالحة زوج بذيء اللسان طويل اليد بخيل اليد والعياذ بالله، يعني لا يتقي الله. هذه نعمة قد يدخلها يبني الله لها بجوار أسيا امرأة فرعون قصرا في الجنة. والعكس، واحد صالح تقي يتقي الله على خلق على دين، ولكن والعياذ بالله رب العالمين امرأة بذيئة اللسان، يعني والعياذ بالله دائما لا تشكر، إن رأت قليلا لا تشكر، وإن رأت كثيرا لا تشكر، وسبحان الله تغتاب وتتكلم مع أهلها فيه، والعياذ بالله تقطب جبينها ليل نهار في وجهه. سبحان الله، قد يكون هذا نوع من الابتلاء له ونوع من الاختبار أن يعطيه الله مثل ما أعطى أيوب على صبر. إذن يعني أنت لا تقدر، أنت تقول أن هذا خير أو أن هذا شر، ده بعقلك البسيط بعقلك المحدود، لكن الخير والشر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. كيفية الحسنة، شكل الحسنة، منظر الحسنة، هذه الله أعلم. قد تكون الحسنة أن تكون فقيرا، قد يكون الحسنة أن تصير مريضا، قد يكون الحسنة أن تصير منغص عليك حياتك، هذه من ضمن الحسنات. وقد يكون من السيئة أن تعطى مالا وأن تعطى جاها. كم من أناس كانوا متفرغين نراهم في المساجد وفي مجالس العلم، أول ما شغل وأصبح له تجارات واسعة شغل لأنه الدنيا مشاغل. يقول لك والله يا أخي الدنيا مشاغل، لا يشارك لا في عزاء ولا في عرس ولا في خير ولا في عيادة مريض، لأنه ما عنده وقت. سبحان الله. فلما فتحت له الدنيا مصيبة. قد يتكبر أيضا شياطين الإنس على الناس بالحسب، قد يتكبروا عليهم حتى بالجمال. سبحان الله. فكل هذه فتن الله يعطينا النعمة، ولكن نستغلها في الخير. الشيطان من أسباب عداوته قضية الكبر، قضية الحسد، وقضية الحرص هذه. سبحان الله. وقضية يعني مصيبة المصائب تزيين الباطل على أنه حق. اليوم عملوا إحصائية وجدوا أنه 500,000 شخص يعيشون في ألمانيا يعبدون الشيطان، وفي 700,000 شخص في أوروبا لهم دراسات في قضية، يعني هم دايما شغلتهم أنهم يدرسوا الحياة السرية والخاصة للشيطان. لا إله إلا الله. يعني واحد ضيع حياته هباء منثورا. طب بدل ما تدرس الشر ادرس الخير، بدل ما ادرس من الشر كيف تتوقاه وكيف تبعد عنه. وهذا هو السؤال. طيب أنا الشيطان بيزين لي أن أؤخر وقت الصلاة، أن سبحان الله ألهج الصلاة، أن أؤخر الزكاة، أن أظلم الآخر، أن أتعالى على الآخر، أن أسخر من الآخرين. طب كيف يعني أحفظ نفسي من الشيطان؟ عندنا اتفقنا على شيطانين، شيطان إنس وشيطان جن. طيب شيطان الجن له يعني شوية أمور ممكن في دين الله الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وضحها لنا. أول شيء الاستعاذة. يجيني في الصلاة يخليني أسرح، يقول الصباح عندك اجتماع مهم، وهذا الاجتماع يجب ان تقول فيه كذا، واذا قال لك رئيس القسم كذا وكذا فرد عليه بكذا، والاخر اقول السلام، اكتشف انني كنت في صلاه. ليس لابن ادم من صلاته الا ما وعى منه. اول ما اجد الشيطان ياخذني في الصلاه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تبطل هذه الصلاه ابدا. طيب انت تقرا في السوره تجد نفسك في سوره اخرى، تجد انك سرحت، ارجع مرة أخرى، استعذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله. إذا تستعيذ بالله من الشيطان في وسوسته في الصلاة. تستعيذ إذا رأيت حلما مزعجا. الحلم المزعج اللي هي أنت الكابوس هذا، شفت بيتك بيقع عليك، أهلك ماتوا، وحصل لك حادثة، شيء لا يجب أن تقوله. فيه ناس حياتها كلها قائمة على الأحلام، أول ما تصحى من النوم الهاتف، يا شيخ فلان أنا رأيت. يا سيدي سبحان الله. الرؤية الصالحة قصها على من يستطيع أن يعبر. الحلم أو الشيء الكابوس اللي أنت بتحدث نفسك، يعني بالله عليك أنت أكلت أكل ثقيل بالليل فيه كمية من الملح، وطول الليل أنت شايف نفسك في بحر وفي نهر وما بتغرق، وتقول خير يا سيدنا هذا من أثر ما أكلت. لا علاقة له. مشغول بابنك المريض، ربنا يشفي كل مريض، مشغول بزواج بنتك، مشغول بقضية معينة في العمل، وترى هذا في وأنت نايم. هذا حلم، يعني أضغاث أحلام. أما الحلم المزعج أول ما تستيقظ تدفل على يسارك 3، يعني تنفخ 3 مرات والأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كمان لما تغضب، أغضبك ابنك، جارك،
الموظف تحت يدك، مديرك في العمل، زوجتك، زوجك، سبحان الله، اول شيء اللهم اجرني من حر غضبي، اللهم نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. عندما نسمعه نهيق الحمار اعزكم الله، اول ما يسمع نقول انه يرى شيطانا، انه دي قضيه حتى في العلم، لانه يرى فيما دون الاشعه الحمراء، معروف يعني الاشعه البنفسجيه التي يراها الديك فيرى ملكا، فعندما يؤذن نكبر نحن، لكن الحمار والعياذ بالله يرى الاشعه الاخرى، فانما يرى هذه الاشعه الحمراء وهي تمثل الشيطان. يعني المهم دي قضيه حتى علميه، سبحان الله العظيم. ايضا إن انت تستعيذ سبحان الله العظيم بالله من الشيطان لما تدخل البيت، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، او بالذات يعني تسمي الله في البيت، لكن لما تنزل اقصد يعني الى مكان اول مره تنزل فيه، نزلت في مكان جديد كده غريب، سبحان الله، في صحراء، في بر كده خارج البيوت، تستعيذ بالله اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لا تصيبك لا حية ولا عقرب ولا ناموسة ولا بعوضة ولا نمل يقرصك، لأنه ربما المكان مليء. فأنت تتعود دائما أنت ضعيف وتحتاج إلى حماية الله سبحانه وتعالى، وتحتاج إلى فضل الله. وهذا كله من الفقه الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا عند دخول دورة المياه، عند تعود أولادك بالليل، الأطفال بالذات، يعني الأطفال الصغار اللي ما يعرفوا يقرأوا المعوذتين، اقرأ الفلق والناس وامسح عليهم سبحان الله العظيم. لكن مع هذا التعود هناك البسملة تضيف لها عشان تبقى محصن. البسملة وانت رايح المسجد او خارج من البيت، بسم الله التكلان على الله ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم. اذا عثرت الدابة بسمل، يعني اذا السيارة توقفت منك في الطريق والبسم الله سبحان الله. عند الاكل لابد ان تسمي بسم الله حتى لا ياكل معك الشيطان سبحان الله، فلا بد من من التسمية. ايضا لما تغلق الابواب بالليل تسمي عليها، انت تغلق باب بيتك بالليل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اطفئوا المسرجة او كالسقاء، يعني غطي الاواني سبحان الله، واغلق الابواب وتوكل على الله وسم الله سبحانه وتعالى. كل هذه انت الان اصبحت في معية الله عز وجل سبحان الله العظيم. وبعدين انت مع الاستعاذة من الشيطان وبالبسملة والتوكل على الله اصبحت بينك وبين الشيطان مسافة. ماذا يصنع الشيطان؟ يضع خرطومه والعياذ بالله على قلب ابن ادم، فاذا ذكر ابن ادم خنس، واذا نسي او غفل استيقظ الشيطان. فاول ما يستيقظ يشتغل لك بقى، يعمل ايه؟ يعني والعياذ بالله يشجعك ضد زوجتك، ضد مديرك في العمل، يعني خوض فيه، تكلم، اظلم اللي تحت يدك، تكلم مع جارك هكذا، لا تتركه سبحانه، ويشجعك على الشر. لكن لو ذكر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استغفر الله العظيم، اعوذ بالله من الشيطان، اول ما تستعيذ هو ايه؟ يبتعد عنك. وبعدين قم توضأ، صلي ركعتين، اقرأ آيات القرآن، عوذ نفسك بالمعوذات سبحان الله. عندئذ تجعل بينك وبين، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. لكن المصيبة أن كل واحد فاشل في حياته، والله يا سيدنا الشيخ أنا بصراحة شايف كده أن أنا عندي عمل خطير، أننا يا ابن الحلال أنت واظب على ما أمرك الله به من قراءة القرآن، من الصلاة في وقتها، من الاستعاذة، من أكل الحلال، من حسن التعامل، من صدق. لكن تجعل الهموم تهجم عليك وتتركها هكذا دون استعاذة. الشيطان من ضمن ما يصنعه يجعلك تكتئب حتى داخل الطاعة، يدك كده خاشع في الصلاة، يقول لك لا انت اللي زيك يعني والعياذ بالله انت صلاتك غير مقبولة. اولا انت يعني مالك مشكوك في امره، اولا بصراحه يعني انت لو رجل صالح كان ربنا يرزقك بزوجه صالحه، انت لو كذا كان ربنا يجعل اولادك برره وسبحان الله ويطيعوك ويقبلوا يدك وراسك في كل وقت وحين، انت وهكذا يؤيسك. ولكن المؤمن عندما يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم يجد عمله صالح قدامه، تسره الحسنه وتسوءه السيئه، فيستقيم على طريق الله سبحانه وتعالى. طيب السؤال الباقي او السؤال المهم، الشيطان ايه اللي ممكن يصنعه مع الانسان؟ هل فعلا كل افعالنا السيئة، الظلم اللي في العالم هذا من ظلم الرجل لامرأته والمرأة لزوجها والجار لجاره وصاحب العمل لموظفه والصديق مع صديقه والناس تخون بعضها وتغتاب بعض، هل كل هذا من الشيطان؟ لا. اولا في نفس امارة بالسوء اخبث على الانسان واشد على الانسان من 70 شيطان. أبونا آدم لما أهبط إلى الأرض بعد التوبة كان هذا لارتفاعه درجة. لماذا؟ عشان ينزل إلى الحياة ويبتلى. لكن لما إبليس والعياذ بالله عصى
طرد من الجنة، طرد تماما وطرد من رحمة الله. أما نحن أبونا آدم لم يطرد من الجنة، وإنما أهبط إلى الأرض ليتحقق فيه قول الله عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة. فهلا استعذنا بالله من الشياطين، شياطين الإنس والجن، قولا وعملا. ونكمل حديثنا بعد هذا الفاصل. كونوا معي إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن مكائد الشيطان، أعاذنا الله وإياكم من شره ووسوسته. ولذلك أنت تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، من الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وكارثة الكوارث الشيطان يحاول أن يخرجك من دائرة الدين والعياذ بالله، فإن لم يستطع ينقلك إلى دائرة البدع، فأنت تعمل البدعة على أنها دين، على أنها شيء من صميم الدين، أو شيء من صحيح الدين، أو شيء من كتاب وسنة، تحت عنوان إيه الضرر؟ سبحان الله، تحت يقول لك ما دام أنا ما أضر أحد يبقى أعمل ما يبدو لي. لا أبدا، الإنسان يعبد ربه بما وضح له في المنهج من كتاب وسنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. فتجد مثلا الشيطان يجي إيه، يؤيس الناس، مثلا عايزين نعمل خير، يقول له يا فلان من الخير الكبير اللي تعمله مثلا أن تعين في تزويج بنت فقيرة لا يستطيع أبوها أن يجهزها، أو تزويج شاب لا يستطيع أن يتزوج. لأن احنا العنوسة في العالم الإسلامي والعالم العربي أصبحت بشكل مخيف ومرعب، وهذه قنبلة موقوتة صعبة. وبارك الله في كل بلد تعين، وكل غني يعين من زكاة ماله على تزويج شبابنا الذين لا يستطيعون، وبناتنا اللاتي لا يستطيع أولياء أمورهم تزويجهن لقلة ذات اليد. فحقيقة الأمر فان احنا نعين الخير، لكن يجي الشيطان يقول ايه، لا 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 والله انا عايز ابني مسجد، والله افضل من تزويج الغير. ابدا والله، الانسان عند الله اكرم من الكعبة، المسلم عند الله اكرم من الكعبة. وانت لما تكرم الشاب وتكرم الفتاة وتسترهم بزواج، تسترهم ببيت يسكنوا فيه، وتسترهم باغراض يعيشوا بيها، وبمرتب او راتب يستطيعوا ان يحيوا به، والله انا ارى هذا من اولويات يعني الزكاة، كما صنع عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عندما فاض بيت المال بالعطاء، وذهبوا لسداد ديون الناس واعتاق العبيد وتزويج من لا يستطيع أن يتزوج، وهذه زكوات أموال المسلمين. فيا ريت سبحان الله نفقه أولويات ديننا. لكن الشيطان يأتي ليؤيسنا ويضع حواجز أمامنا، ويقول لا 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 ليس هذا، أنا أفضل أعمل كذا. سبحان الله يا أخي، اسأل العلماء، والعلماء عندهم فقه الموازنات وفقه الأولويات. هنا يستطيع الإنسان أن يرتب أفكاره. فأنا أخشى، كل ما أخشاه أن ينقلك الشيطان والعياذ بالله، إن لم يحاربك في دائرة دينك، يحاربك في دائرة البدع، ويأخذك يأخذك ناحية البدع، وناحية أن تؤلف في الدين والعياذ بالله رب العالمين. ومن جاء في ديننا هذا بشيء من عنده فهو عليه رد. ولذلك نرجع دائما نقول هل فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل فعلها الصحابة؟ هل فعلها التابعون؟ هل فعلها تابع التابعين؟ هذا هو السؤال. إذا كان فعلها النبي خلاص أهلا وسهلا. فعلها الصحابة والسلف الصالح، خير القرون قرني، ثم القرن الذين يلونهم، ثم القرن الذين يلونهم، فهكذا. فيعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا بعيدا عن الشيطان وحزبه. نبدأ بالاتصالات إن شاء الله. الاتصال الأول. أيوة نعم. السلام عليكم. أيوة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم دكتور. مرحبا يا بنتي، أهلا وسهلا، تفضل. ما سؤالك؟ أريد أسألك سؤال. أني أنا مصابة بالصرع، وهذا المرض يخليني أنسى الصلاة. نعم. وأشعر بالذنب مرة أحيانا يعني. طيب يا بنتي. وبعد ساعات أحس بالضيق والذنب من حالتي. هل هذا الشيء يعني من مكائد الشيطان؟ بارك الله فيك يا بنت، أكرمكم الله. أولا شفاك الله وعافاك، وشفى كل مريض ومريضة من أبنائنا وبناتنا جميعا إن شاء الله. أولا الحالة التي تأتيك يا بنتي إن شاء الله
طالما افقت منها ان شاء الله رب العالمين يذكرك من حولك بالصلاة، حتى وان كان قد فات وقتها فانت تصليها وهي في وقتها ان شاء الله. وهذه الحالة ان شاء الله يعني لك بها عند الله ثواب كبير كبير ان شاء الله، وربنا يكفر عنك سيئاتك ويعطيك من الحسنات ما يعني سوف ترين ثوابه ان شاء الله يوم القيامة. واسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك ويشفي كل مريض بهذا المرض، وكل مريض ممن يقول لا اله الا الله محمد رسول الله. وانت لا تيأسي ولا تقنطي من رحمة الله، وخليك كثيرة الدعاء، وهذا نوع من الابتلاء لان الله يحبك. الاتصال الاخر عبيدة، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا سيدي؟ الله يبارك فيك ويرضى عنك، نعم الحال الحمد لله. أحبك في الله يا سيدي. أحبك الله الذي أحببتني فيه. والله يا سيدي متمنين إن نتكلم معك ونسمع صوتك من زمان. هذا هو الحمد لله. وهي فرصة سعيدة إنه سمعنا صوتك. هذه حقيقة الأمنية. ما سؤالك؟ سيدي بس أطلب منك دعاء للوالد الله يرحمه. الله يرحمه رحمة واسعة ويرحمنا جميعا برحمته ويلحقنا به في الصالحين يا رب إن شاء الله، ويرزقنا بره في وفاة. سؤالين بعد إذنك. نعم. أول شيء كون إنه الشيطان يرضى في محقرات الأمور. نعم. أيوة. أوقات يعني إنسان يمر بحال فتور. نعم. يكون ملازم على الطاعات على الأوراد على صح الأمور. صح في العبادات. صدق. ولكن تمر أوقات يعني يكثر فتور. نعم. طيب الإنسان كيف يرجع الله يرضى عليك. طيب بارك الله فيك. أولا. والسؤال ثاني يا سيدي. نعم السؤال الثاني. نعم. الإنسان عندما يستشعر نعمة الله كيف يعني يداوم عليها على شكر النعمة، يحافظ على هالنعمة؟ بارك الله فيك بارك الله فيك. أولا بارك الله فيك عبيدة، الفتور الذي يعترينا جميعا، الإنسان لا يسير إيمانه على وتيرة واحدة، ولكن دائما افزع إلى مجالس العلم، الجلوس مع الصالحين، الاستماع إلى القرآن، كثرة الاستغفار، ركعتين في جوف الليل، يعني صحبة الصالح الذي يذكرك بالله، خلي اللي حولك يدعو لك بالخير وأنت تدعو لإخوانك بالخير، هذا يرفع حالة الفتور التي عندك إن شاء الله. أما موضوع كيف نديم النعم، لا بد من استدامة الشكر حتى تدوم النعم. قيدوا النعمة بقيد الشكر، فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين. وشكر النعمة أن نتصدق من جنسها، يعني صاحب العلم يتصدق بالعلم الذي عنده على الناس، صاحب المال يعطي من ماله، صاحب الجاه ينفق من جاهه، وهكذا. أيوة السؤال الذي يليه أخت فاطمة. نعم. هلو. أيوة السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد الشيخ في عندي سؤال. نعم. إذا حد ياب شخص معين وهذا الشخص خاف من هذاك الشخص اللي يعني إنسان عادي بس فعلا خاف منه، خاف يعني منه من دخوله عليه كده، أي شكله ومنظره يعني نعم. حس ان هذا الشخص مو طبيعي واستعاذ من الشيطان الرجيم. نعم. يعني هذا الشخص نعم. بس عقب شي صارت له امور كثيره يعني في حياته تغيرت عقب ما جاء له هذا الشخص الإنسان. يعني. نعم. وناس وايدين قالوا له سير عند المطوعين وشي، بس ما رضاه وتمسك بالقرآن إن شاء الله. هذا السؤال. السؤال الثاني إن إذا شخص كمان وايد يحلم بالأشياء مخيفة، بس في نفس الوقت لما يولى هذيلا مثلا أعوذ بالله من ذلك الشياطين في الحلم يشوف نفسه إنه ماسك القرآن ويقول القرآن أو ماسك القرآن. نعم. ضدهم يعني. فشو بالنسبة لهذا، هل هو شيء صعب بس هو وايد متدين؟ نعم. السؤالين في إطار واحد، السؤالان إطارهما واحد. بارك الله فيك فاطمة. أولا الإنسان إذا استشعر شيء غريب في حياته، مثلا دخل عليه إنسان أو تعامل معه إنسان فيعني أصبح وخد موقف منه أو خاف منه، أولا يستعيذ بالله من الشيطان، ليس في ذلك شيء، وعليه بقراءة سورة البقرة. سورة البقرة هذه أيضا في البيت سوف تطرد هذه الأحلام المزعجة التي تأتي، ودليل إمساك هذا الإنسان للمصحف في نومه دليل على أن هذا هو العلاج، وهو علاجنا جميعا إن شاء الله رب العالمين. الاتصال الذي يليه. نعم. السلام عليكم. أيوة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. أيوة. بارك الله لنا في الشيخ عمر وفيكم يا رب إن شاء الله. وجزاه الله خير. الله يرضى عنكم. والله أنت ممن يعني
يقوينا على الطاعة ويثبتنا في هذا الزمان. بارك الله فيك وفيكم يا رب. وفيكم يا رب. تفضل. سؤال حضرة الدكتور. نعم. بالنسبة للأطفال هل نأمرهم بالاستعاذة من الشيطان الرجيم، وخاصة كمدرسة مثلا نعم. في المدرسة؟ نعم. انصراف عن مثلا الأصغى، انصراف عن التركيز، فهل في مانع من أن نأمرهم بالاستعاذة من الشيطان؟ أم كأطفال لا تحضر معهم الشياطين ودائما معهم الملائكة؟ يا رب يا رب إن شاء الله، ويكون مع الكبار يا رب إن شاء الله الملائكة. آمين. جزاك الله خير. بارك الله فيك. طبعا جزا الله خيرا كل معلماتنا من بناتنا الفضليات اللاتي أعطيناه فلذات أكبادنا ليقومون على تربيتهم وتعليم. وجزا الله بنتنا خيرا هذه في أن سبحان الله فعلا الولد لما لا يركز أيضا يعني يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ونعلمه كيف يستعيذ ومتى يستعيذ ومما يستعيذ، ونعلمه أنه إذا خطر بباله خواطر سيئة أن يؤذي زميله أو أن يأخذ منه القلم أو أن يشاكسه أو أن يؤذيه، فهذا من فعل الشيطان، فيستعيذ بالله حتى يكون الولد بهذا المنطق في إطار الإيمان إن شاء الله. ربنا يبارك ويحفظ أبناءنا وبناتنا. أيها الأخ عمار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور كيف حالك؟ الله يرضى عنك ويبارك فيك يا رب. إنه يحبكم في الله. أحبك الله الذي أحببتني فيه. الله يبارك فيك، ونسأل إن شاء الله الثبات لنا ولكم في هذه الفتن إن شاء الله. يا ربنا يقوينا وإياكم يا رب. نعم. شيخي عندي بس سؤال. نعم. الآن الواحد لما يحب يقوي من توحيده وكذا ويجل الله، في بعض الأحوال يكون له من مرؤوسيه يعني هيبة وكذا. نعم. ويشعر بشعور مع أنه يحاول من أن يقوي توحيده وأن نعم. لا إله إلا الله وأنه نعم. هو النافع وهو الضار، ومع هذا يحس ببعض الرهبة من المرؤوسين وكذا. نعم. نعم. حتى مع أن في بعض الأحوال يكون على صواب. نعم. نعم. طيب. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني بعد إذنك شيخي. نعم. في هذه الفترة طبعا صارت اللي هي زيادات الرواتب وهالأمور كذا. نعم. ودخلت على أفراد الأسرة وبالذات يعني أسرتي أنا هاي أشوفها أنا. نعم. نعم. وعلينا قبلهم طبعا بعض التغيرات، وبدينا نفكر باللي هي المسائل اللي هي المادية وننحرف بأفكارنا وكذا. نعم. نعم. فيا ريت توجه لنا نصيحة. بارك الله فيك. شكر الله لك. الله عليك يا رب. الحقيقة عمار ينكأ جرحا كبيرا. بعض الناس تهاب من يرأسها أو من هو صعب. أولا نحن يجب أن نجل ونحترم من فوقنا من الناس لما أعطاهم الله، لكن هذا الاحترام لا يصل إلى درجة الهيبة والخوف. قال العز بن عبد السلام لما دخل على الصالح أيوب فوعظه فأغلظ له في الموعظة، قال مريدوه له: يا شيخ أما خفت من السلطان وأنت بين يديه؟ قال: أراد الشيطان أن يعظم السلطان أمامي، فلما استحضرت عظمة ربي رأيته أمامي كالفأر الصغير. سبحان الله، ما تستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى تستشعر أن أمامك، فأنت تدخل على الناس وأنك عبد لله وهو عبد لله، يأكل كما تأكل ويشرب ويأتي المغص ويأتي التعب، وسبحان الله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الصدق إن شاء الله. أما موضوع مع زيادة الرواتب التفكير في الرفاهيات الأكثر، والله الإنسان في هذه الدنيا وبالذات المحبين للدنيا كشارب البحر ما زاده الشرب إلا عطشا. هل من مزيد؟ لو كان له وادي لتمنى واديين، ولو كان له 2 لتمنى 3. ونحن نريد أن نشكر الله سبحانه وتعالى على كل من دخلت عليه زيادة في راتبه، عليه أن يشكر الله بزيادة الإنفاق في سبيل الله، عشان ربنا سبحانه وتعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم. كل ما تشكر كل ما ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله رب العالمين يكرمنا كرما من عنده. فاللهم أكرمنا ولا تهنا يا رب العالمين. نختم هذا اللقاء معكم بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك. اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. فك الكرب عن إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي العراق وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين. وفقنا لما تحبه وترضاه. هيئ لبناتنا أزواجا صالحين ولأبنائنا زوجات صالحات، واطرد عنهم شياطين الإنس والجن. اللهم أعذنا من الشيطان وحزبه واجعلنا من حزبك يا رب العالمين. أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا. اجعل الحياة الآخرة خير لنا من الدنيا. اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سعدت بلقائكم ولا تنسوني من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات
ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا